سيطر الحزن والصمت على غرفة ملابس النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وريبيرو لم يتحدث مع اللاعبين عقب المباراة، واكتفى المدرب بالحديث مع جهازه المعاون والمترجم فقط. الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي طلب من المترجم إبلاغ ريبيرو بأن جماهير الأهلي طالبت برحيل المدرب أثناء المباراة. الأهلي سيوقع عقوبات مالية كبيرة ومغلظة على جميع اللاعبين بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ومحمد يوسف أبلغ اللاعبين بهذه الخصومات وسيتم الإعلان عنها غدا. ليس هناك شرط جزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي بأول 3 شهور بعد انتهاء كأس العالم وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر، وسيرحل المدرب مجانا. الكابتن محمود الخطيب يعقد جلسة اليوم مع لجنة التخطيط لبحث رحيل ريبيرو عن النادي الأهلي وتولي الكابتن عماد النحاس المهمة لاستكمال الموسم. تصريحات خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام نادي بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء: نحن نحتاج فقط للوقت من أجل التحسن والتطور وتحسين النتائج وتحقيق نتائج جيدة مع الأهلي.